سلوى عثمان تكشف عن موقف مؤثر مع محمد رمضان، ماذا حدث؟ كشفت الفنانة سلوى عثمان عن موقف إنساني لا تنساه مع الفنان محمد رمضان الذي سبق وأن تعاونت معه في أكثر من عمل فني. وقالت سلوى عثمان خلال ندوة لتكريمها إن هي لا يمكن أن تنسى تجربتها في مسلسلي البرنس وجعفر العمدة، مشيرة لأن محمد رمضان كان بيتمتع بروح إنسانية كبيرة داخل لوكيشن التصوير على عكس ما يردده البعض عن شخصيته. وأوضحت أن هناك مشهدا جمعهما كان يتطلب حالة انفعالية شديدة، حيث دخل محمد رمضان في الحالة بشكل مؤثر للغاية، لدرجة أنه بكى متأثرا بالموقف الدرامي، خاصة مع تعاطفه مع فكرة الأم وخوفها على أبنائها. وأضافت كان بيكلمنا بإحساس عالي جدا وبيقول إنه شايفني زي أمه، وده خلانا كلنا نتأثر ونعيش الحالة بصدق. وأشارت إلى أن ما فاجأها بعد انتهاء المشهد هو حرص محمد رمضان على سؤال فريق العمل على رأيهم في أدائه، قائلا: لو كان مغرور ما كانش سألنا عملت ايه ورأيكم ايه. وتابعت ان هذا الموقف تحديدا غير الصورة النمطية التي يرددها البعض عنه، مؤكدة انه فنان ملتزم ومحترم داخل العمل. وفي سياق اخر تحدثت سلوى عثمان عن الشخصيات الاقرب لقلبها، مشيرة لانها تحب شخصية سميحة التي قدمتها في مسلسل البرنس، مؤكدة ان هي كانت شخصية مظلومة وانسانية تعيش صراعا بين حبها لابنائها ورفضها لافعالهم. كما أعربت عن حبها الشديد لشخصيتها في مسلسل رمضان كريم، ووصفها إياها بأن هي بتمثل المرأة المصرية البسيطة بكل تفاصيلها، ولم تخفي سعادتها بتجربتها الأخيرة في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، مؤكدة أن هي جاءت بعد فترة تعرضت فيها لانتقادات بسبب أدوار البكاء، لكنها اعتبرتها فرصة لإظهار جانب مختلف من أدائها. وأكدت سلوى عثمان أن هي لا تمانع تقديم أدوار مختلفة تماما حتى لو كانت هذه الأدوار أدوار شر، بشرط أن تكون مكتوبة بشكل جيد، قائلة: أهم حاجة عندي الورق، لو مكتوب حلو أعمل أي دور. واختتمت حديثها بالكشف عن طريقتها في التحضير للمشاهد، موضحة أن هي تعتمد على المذاكرة الجيدة والدخول في الحالة النفسية للشخصية قبل التصوير، مؤكدة أن الفصل بين الأدوار المختلفة هو جوهر احتراف الممثل.